انا من الناس اللي امير قرار قال عليهم كتع كسح كسل، اللي بتكسل تعمل تصميمات، وكمان في شهر رمضان بنبقى نايمين طول النهار كده وطول الليل. جاي النهارده عشان اكلمكم في حلقه سريعه كده ازاي نقص الصور اللي بتكون مثلا عباره عن شجر، الحاجات اللي هي بتبقى فيها شويه صعوبه دي في ثواني، عشان خاطر بقى نقصها وننام وننجز على طول. يا ريت بقى انا بسجل لكم الحلقه دي في رمضان، فانتوا مقدرين بقى الموقف بقى. يا ريت بقى سبسكرايب ولايك وشير كده وتدعموني. ها ادعموني، الموضوع صعب. ادعموني. الناس اللي بتكسل تغسل ايديها بعد الفطار، الناس دي معانا في الحلقه دي ان شاء الله. اوعوا تمشوا، خليكم معايا. بصوا يا جماعه، الاداه اللي احنا هنستخدمها النهارده اداه بسيطه ومش معقده خالص في القص، وتعتبر من اسهل الادوات الخاصه بالقص، وكمان اداه مش مشهوره، يعني في ناس كتير ما تعرفش عنها حاجه. نبدا نخش في الدرس كده ونشوفها كده واحده واحده مع بعض. اول حاجه نبدا نجيب صوره، مثلا احنا عندنا صوره زي دي كده، هنحطها في برنامج الفوتوشوب. تمام، احنا كده فتحنا الصورة. كل اللي علينا بس ان احنا نجيب الاداة هي عبارة عن ان احنا نفتح الاريسر تول دي هنا. بصوا احنا عندنا الاريسر تول دي العادية اللي هي الاستيكة العادية، والباك جراوند اريسر تول والماجيك اريسر تول. احنا هنستخدم الباك جراوند اريسر تول اللي هي في النص دي. تمام، الاداة دي هتبقى طالعه لي بالمنظر ده. عشان اكبر الاداة بتاعت اللي هي البرش بتاعتها او الفرشة بتاعتها، الاختصارات بتاعتها حرف الجيم هيصغر وحرف الدال هيكبر في الكيبورد، او نقدر نكبرها ونصغرها من السايز هنا من فوق. نفتح دي ونعمل نقلل السايز او نعلي السايز بتاعها. طيب انا دلوقتي عندي الاداة مثلا بالحجم ده كده، نصغرها شوية. تمام، طب ايه فكرة الاداة؟ شايفين الاوبشن بار اللي فوق ده؟ لازم تظبطوا فيه الاعدادات زي ما انا هقول لكم دلوقتي. اول حاجة هيبقى عندي الثلاث اختيارات دول، هختار اللي في النص. هنختار اللي في النص، احفظوها كده، سيمبل وانس دي اللي هي اللي في النص. تمام، تاني واحدة هنا هيبقى عندي في اختيارين، هنختار اوقات هنختار الديسكونتيجوس واوقات هنختار الكونتيجوس. وتالت حاجة التوليرنس، ودي برضو هتبقى النسبة المتوسطة بتاعتنا 35، ممكن نعليها ونوطيها على حسب الصورة. دول الحاجات الأساسية اللي احنا هنشتغل بيها. فأنا دلوقتي ظبطت الأداة، أول ما أفتحها أروح دايس على دي في النص وجايب دي ديسكونتيجوس وشغال على 35 أو 32 أيا كان الرقم اللي في التوليرنس هنا. كل اللي هعمله إيه؟ هقرب من الصورة كده. شايفين البلس علامة الزائد اللي في نص البرش؟ يعني في دايرة وفي النص زائد. المنطقة اللي هنضغط فيها بالزائد دي هي اللي هتتمسح، حتى لو البرش جاي على منطقة تانية. يعني بص اضغط، انا شايف دي حتة بيضة اهي فاتحة اهي، اضغط كليك كده. بصوا كده مسح بس ما جاش على الشعر. بصوا كده انا ماشي اهو، بيمسح بس ما بيجيش على الشعر اهو. واخدين بالكم؟ الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش اي تفاصيل. بصوا اهو، خلاص انا عملت كده اهو، مسحت كل الصورة. خلاص كده الصورة عندي اتمسحت. كل اللي انا هعمله هروح جايب الباك جراوند بتاعتي مثلا وحطيتها كده مثلا، بس انتر. عندي الباك جراوند هنجيب مثلا بداية الموف كده نحركها. تمام، ممكن اكبرها شوية، دوس كنترول تي وابدا اشد كده الحروف بتاعتها شوية، وهنزلها تحت اللاير هنا عشان خاطر تبقى بالمنظر ده كده اهي مثلا اهي. تمام، بصوا كده في ثواني قصيت الصورة وركبتها، والقص بنسبة كبيرة هايل، يعني بنسبة كبيرة هايل. انا هقول لكم ان الاداة دي مش اكتر الادوات احترافية في القص، بس هي بتجيب نتائج هايلة وبطريقة سريعة. يعني انا شايف ان ساعات في صور كتير ما بنبقاش محتاجين منها الكواليتي بتاعها يبقى عالي قوي، بنبقى محتاجينها يعني تكون نسبتها بس يعني ايه 80% شغال 70% شغال، عشان معانا منها صور كتير. فالاداة دي بتساعد كتير الناس لما تبقى بقى مكسلة بقى تستخدم اكتر من تكنيك. بس عامة لو انتوا عايزين تعرفوا تكنيكس اعلى خاصة بالقص، انا ممكن انا اعمل لكم حلقات خاصة بيها، بس اكتبوا لي ده في الكومنتات. لكن بالنسبة للأداة دي، الأداة دي تفاصيلها سهلة جدا وبسيطة. الحاجة الوحيدة اللي احنا محتاجين بس برضو نعرفها عن الأداة دي، ان انا لو جايب الأداة كده برضو أداة الباك جراوند، وجيت مثلا بقص الصورة، لو انا بقص مثلا المنطقة البيضة دي ودخلت جوه الشكل كده وفي حاجة بيضة هنا، هتتشال معايا. يعني بص مناخير الحصان كده اتشالت معايا برضو، لان انا دخلت عديت على منطقة شبه المنطقة اللي جه عليها البلس.
فالنقطة دي مهمة جدا تركزوا فيها، ان انت لما تيجي تشتغل لا ممكن تصغرها شوية كده يعني، وانت على الحروف كده هتبدأ تشيل معاك التفاصيل وتخش ما بين الشعر وتعمل لك كل اللي انت عايزه، بس ما تروحش على منطقة هي فيها نفس اللون اللي انت شايله. الحتة دي مهمة جدا. تمام. طيب افرض انت عايز تعمل كده، هتيجي تعمل عايز تعمل كده، بتغير بقى دي، بدل ما بتخليها ديسكونتيجوس بنخليها كونتيجوس. وجيت وكبرت حتى البراش بتاعتي كده، وجيت اشيل الابيض ودخلت على المناخير. بصوا ما شالهاش، يعني هو عدى عليها كده بس ما شالهاش. ليه؟ لان انا ظابط من هنا من فوق كونتيجوس. لكن لو انا عاملها ديسكونتيجوس وجيت انا اخترت اللون الابيض وجيت دخلت كده، بصوا يبدا يشيل معايا. بصوا بيشيل معايا في المناخير، هي في منطقه اتشالت اهي. تمام. فالنقطه دي هي الفرق ما بين الديسكونتيجوس والكونتيجوس. تمام. طيب فاضل اخر حاجه فيها اللي هي التوليرنس. التوليرنس ده كل ما عليه كل ما ياخد تفاصيل اكتر، يعني ممكن ايه تلاقيه بيمسح مناطق اكتر. بصوا حتى لو شال ابيض، بصوا شال الابيض كله ازاي. كل ما بتزود التوليرنس كل ما بيبدا يشيل تفاصيل قريبه من اللون بتاعك اكتر. يعني لو في اي حاجه مبيضه شويه، بصوا شال الديل عشان الديل اصفر وقرب يروح للبياض. لكن لو انا مقلل التوليرنس، كل ما اقلل التوليرنس كل ما ايه يبدا يبعد عن التفاصيل، او يقلل درجات اللون الابيض اللي بيسحبها، يعني ما يروحش لحد اللون الاصفر، يخليه في الابيض بس. عليته لا يبدا ياخد درجات تانية مع الابيض، يبدا يروح من الابيض لحد الرمادي، الاصفرات، الحاجات الفاتحه كلها يبدا ياخدها مع الابيض. فدي الفكره من ان انت تعلي التوليرنس او تقلله. طب تمام، يا رب تكونوا فهمتوا الدرس ده، درس بسيط وسهل. ولو في اي حد عنده اي مشكلة او في اي حاجة واقفة معاه ممكن يكتب لي في الكومنتات. ولو في اي دروس انتوا محتاجينها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هجاوب عليكم على طول. يا رب تكونوا استفدتوا، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.